السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا النهاردة في فيديو جديد. هنعمل فيه وصفة كده سريعة جدا. هنعمل فيه العيش، أنواع من أنواع العيش التركي. هتعجبكم جدا، لذيذة جدا للعشاء أو غدا، حاجة خفيفة كده. والغير اللي احنا فيه بنحاول نعمل أي حاجة اقتصادية ما تكلفش معانا حاجات كتير. ان شاء الله. بصوا شايفين انتوا العيش طري ازاي، ويعني مرن جدا، هيعجبكم جدا. وان شاء الله تقولوا لي رايكم فيه ايه في الكومنتات. هنحتاج بس اللي هنحتاجه بطاطس انا سلقاها، وحط عليها شويه بقدونس ومكوراها كده، مش حط عليها اي حاجه غير الملح. وعندي عين عيش طبعا انا عجناه، هنزل لكم طريقه العيش او العجن بتاعجن ازاي في الكومنتات تحت. طبعا انا مكوره العيش كده وخليه يرتاح. هنمسك اول واحده، هنفردها كده بسيط. هنحط فيها البطاطسايه. البطاطس دي زي ما قلت مسلوقه ومحطوط عليها شويه بقدونس وشويه ملح، مفيش اكتر من كده. وكورتها وحطيتهم على جنب على عدد العيش. هناخده كده كل واحده نحطها في العيش، ونحاول اللي احنا نقفلها من تحت كويس. العيش ده تحفة جدا يا جماعة، بجد بجد يعني. كانت وجبة غدا دسمة، ما تستقلوش بيه. يعني احنا حطيت جنبيه كده شوية جبنة قديمة كده، بقيت امسحها على الوش وناكله كده. بصراحة كانت تحفة، يعني هو لوحده من غير اي حاجة جنبه. انا خلصت كمية كده، اسيبها ترتاح شوية ونرجع نفردها مع بعض. هنبدأ بقى نرجع نفرد اول واحدة عملناها، نبقى حافظين اول واحدة عملناها فين، لان هي بتبقى ارتاحت اكتر. ونحاول ان احنا نسخن طاسة على النار وندهنها زبدة. طبعا معلش ان انا ماسكة التليفون بايد واحدة، مش حاطاه في مكانه، ماسكة بايد واحدة، عشان كده ايه يعني الكاميرا بتتهز. احاول ان انا سمك العيش يبقى تقريبا سنتي كده، مش عايزاه رفيع جدا ولا عايزاه تخين جدا، عشان خاطر يطلع سمك العيش كويس. هو سنتي واحد حلو قوي. هنخلص العيش كله كده بنفس الفرد. انا دهنت طاسه هنا زي ما قلت لكم، حطيت فيها زبده، يعني يا دوب همسح الطاسه بزبده، مش هحط فيها زبده كتير. يعني قالب الزبده همسح بيه الطاسه واشيله، ونبدا نقلب كده في العيش كده او كده لغايه ما يخلص. نعمل واحد تاني. شايفين العيش بقى نفخ ازاي وعلى يعني السنتي بقى 2 سنتي. ادي واحد تاني. بحاول ان انا اسرع معاكم واوريكم على قد ما اقدر. انا بحاول ان انا ايه هنلاقوا انفخ لكم العيش، بس انا مستعجله وبعمله بسرعه. قول يا صاحبي. اهو شايفين كده العيش بينفخ بالطريقه دي. انا بحاول اقطع واخلص، بس انا عايزه اوريكم منظر العيش لما بينفخ بيبقى عامل ازاي. شايفين الجمال؟ بصراحه تحفه جدا، مش هتندموا لو عملتوه، وهيعجب اولادكم جدا جدا جدا. ومفيد جدا ومغذي، وجواه بطاطس جواه خضره. لذيذ جدا، مش هتندموا فعلا اللي انتوا عملتوه خالص. واول ما بتطلعيه طبعا بتغطيه شويه عشان خاطر العيش يفضل طري معاكي لغايه ما تستخدميه. وهو زي ما انتوا شايفين كده، شايفين العيش طري ازاي وبيتقطع بكل سهوله وجميل. طبعا البطاطس محشيه جواه، ولا فرولت وانتي بتفردي ولا اي حاجه. انا كده خلصت، وبالهنا والشفا، ويا رب الفيديو يعجبكم. واللي عايزه الاول ما يدخل معايا الاشتراك القناه يعمل اشتراك ويفعل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.